بسم الله والصلاة والسلام على سيدنا محمد. ازيكم يا حبايبي؟ عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. معكم ماما من قناة اكلات ويومياتنا. النهارده بقى يا بنات فيديو جديد كده وافطار ليومنا في رمضان. زي ما انتم شايفين عملت بقى كمية محاشي حلوة جدا ومتنوعة كمان. كانت احلى اكلة. وطبعا هو المحشي اللي بيتاكل اصلا يعني احسن من الرز والطبيخ والحاجات دي. كنت بقى محوشه شوية ورق خاص كده، قلت ايه نبقى نعملهم في يوم. عند البنات عندنا بيحبوه اكتر من الكرنب كمان. وكمان كان عنده كرنباية صغيرة قلت اسلقها، يعني قلت انوع شوية في المحشي. عملت كذا نوع وكان طعمه حلو جدا، والكوسة كان طعمها زي السكر. بدأت بقى ايه، طبعا ورق الخاص لازم يتغسل مرة واتنين وتلاتة علشان تضمني ان هو نضيف، لان اليومين دول يعني في حاجات في الارض وكده هو الوقت ده في الصيف، في الوقت ده في السنة يعني بيبقى الارض الخاص فيه قواقع وحاجات من دي. فلازم تغسليها غسلة نظيفة جدا، وكمان تنقعيها لو في مية وخل عشان تضمني ان مفيهوش اي حاجة. بعد ما اغسله حلو، طبعا انت بتقطعي الورقة من تحت، اللي هي الورقة العريضة اللي تنفع للمحشي يعني وكده، وتقطعيها. فانا كنت كل ما اجيب خصاية والاقيها ورقها عريض وحلو، او مقطع الورق دوت وعينه في التلاجة لغاية ما يعني عملت كمية معايا، لانه طبعا هو مهما كان كميته كبيرة فلما بتسلقيه بيبقى حاجة بسيطة جدا. وغسلته كام مرة واتنين وتلاتة واربعة لغاية ما المية بتاعته راقت خالص ونطفت. وبعدين هتسلقيه يا بنات، ده ما بياخدش سلق خالص، مجرد ما المية بتحطيه في المية بتنشري على طول، لان ده لو اتساب اكتر من كده بينهري فما تعرفش تحشيه. زي ما انتوا بقى شايفين كده، المية مبتحطش عليها ملح ولا اي حاجة، هي مية بس تغلي وتقوم حاطة شيء يا دوبك تحطي وتشيلي على طول. كده بقى خلصت اهوت. هنبدأ ايه نشوف بقى التسبيكة بتاعتنا، وزي ما انتم متعودين التسبيكة العادية خالص بتاعة المحشي، بس يعني حبيت ايه يعني طالما هعمل لكم فطار يبقى انا هعمل كل حاجة في الفطار بتاعي. طبعا انا كنت عاملة، كان فاضل شوية خلطة من قبل كده كنت عيناها في الفريزر، اللي هي لونها فاتح ديت. وكيس الصلصة التاني اللي هو الاحمر ده كان ده طبعا ايه كنت عيناه في الفريزر. فصراحة كل ما تبقى عاينة حاجات من عندك في الفريزر بتوفر عليكي في الوقت وفي الجهد. قليت البصلاية شوحتها في شوية سمنة بلدي كده حلوين وسقط الزيت، عشان الزيت بيدي لمعة للرز وفرفرة كمان للرز كمان يا بنات. وكمان قلبت بقى، انا ما بحمرش البصلة ولا حاجة عشان تبقى باردة عليكي ما تتعبكيش، يعني في ناس عندها امراض كتير في المعدة، فكل ما تسبكي البصلاية او تحمريها بتتعب اكتر. فده بس شوحتها ريحتها بس بتطلع، واقوم حاطه عليها بقى الملح والبهارات بتاعتي والفلفل، ويا سلام على شوية قرفة وجنزبيل بتدي المحشي طعم تحفة، بتوديه لحاجة تانية صراحة. وشوية نعناع، ده تحطيه على التسبيكة على الطماطماية، يعني بعد ما وهي بتتسبك. شوية نعناع خشن ناشف، شوية نعناع أخضر تخرطيه، اللي عندك موجود تعمليه. وكمان بقى تعمل ظباط الملح والفلفل الأسود والكمون والكزبرة الناشفة، بيبقى طعمها حلو في المحشي، والقرفة والجنزبيل زي ما أنا قلت لكم. ولو عندك 7 بهارات حطي، ما عندكيش مش مشكلة. ومرقة الدجاج برضو بتديله طعمه حلو. وبعد كده بتنزلوا بقى بالطماطم، وتحطي بعد الطماطم ما تغلي غلوة حطي فصين توم اخضر مع قرن فلفل كده حلو اخضر برضو، تقطعيهم حلوين. وتحطيهم على الطماطم تتسبك، هتشمي ريحة المحشي من تاني بلد، والله العظيم بتديله طعم وريحة ما شاء الله، ولا حول ولا قوة الا بالله، جميلة. خدت بقى الكوسه وطلعت ايه اقوره كده بقى في الهوا، يعني بعيد عن المطبخ وكده. وبعد ما خلاص عملت غسلت الرز وحطيته. والخضره انا بحب اكتر الخضره كتير، وللاسف كان يومها ما عنديش خضره، كان خدت كيس من الفريزر، بس كان طعمه برضو حلو. هبدا احشي ورق الخاص زي ما انتم شايفين، هي ملوش عدله ولا حاجه في اي يم، لان هو الاتنين شكل بعض. وتبداي تحشي كده زي ما انتم شايفين معانا. هو اي نعم بيزهق شويه في المحشي، بس صراحه طعمه حلو. وكمان يعني مهما تقدري او هتتعبي في المحشي بس هتلاقي يعني هتلاقي نتيجة حلوة معاكي، طعمه حلو جدا. وكمان لو حد ما يعرفش ان ده حاشي ايه هيقولك انت حاشي ورق عنب. طعمه وريحته جميلة جدا في المحشي وطعمه حلو، فكمان هتحبيه. ولو محدش بيحبه ان ولادك هيدوقوه هيحبوه، لان طعمه جميل في الاكل. وكمان تبقى الورقة هوينة كده ومش ناشفة ولا جامدة ولا اي حاجة. هلف بقى كل الكمية وهحشي كمان الكوسة هحطها في الفرن.
بيبقى طعمها حلو. كانت هي الصراحة يا بنات طعمها مسكر كده، الكوسة طعمها حلو قوي. خلاص بقى يا بنات، رمضان خلاص يعني على الابواب. يعني هياخد بقى بركته وايام وحلاوته وكل حاجه، ويمشي بقى يعني. ربنا يبلغنا رمضان الجاي ان شاء الله كده. والعيد بقى خلاص فاضله كام يوم، كل سنه وانتم طيبين. ونشوف بقى اللي حضرنا بقى الكحك والبسكوت والحاجات الحلوه ديت. بس صراحه رمضان ما حسناش بيه خالص يا بنات. طار يعني، عارفين انتوا اللي هو ايه، عدى كده بسرعه البرق. سبحانك يا رب. ربنا يبلغنا رمضان ان شاء الله، يعني انه السنه الجايه كده بس نحس بيه شويه، لان الايام دي بتعدي بسرعه كانها اسبوع. يعني في من كام يوم كنا بنقول لسه رمضان هيهل علينا، ولسه بدأنا اول يوم رمضان. النهارده ما شاء الله يعني حاجه وعشرين رمضان يعني. ربنا يعدي بقيه الايام على خير كده ان شاء الله، ويبلغنا رمضان باذن الله الجاي على خير يا رب. كل سنه وانتم طيبين، وما تنسونيش بقى بدعوه حلوه من قلوبكم كده، واللايكات يا بنات، وشيروا الفيديو. يمكن ربنا يكرمنا كده والفيديو ده يجيب مشاهدة حلوة. محب بقى اكلات المحشي والحاجات الحلوة ديت، هو يجمعوا معايا ويحطوا اللايكات كتير 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 كده. خلاص بقى يا بنات، هزود الكوسة اهيت، وحاطة كام قرن فلفل معاهم، وهنغطيها ورق سلوفان عشان بس يكتم الحرارة. انا ما عنديش غطا للاسف على قد الصينية ديت، فقلت بقى ورق الالومنيا ده هي ايه، هيقضي بالغرض. انا حاططها على بس لاني كنت مستعجلة شوية واتأخرت، فحطيتها على عين البوتاجاز تاخد غلوتين كده، واقوم مدخلها بقى الفرن تتحمر. وكمان كنت زودت بقى ايه الكرنب والخس وكل حاجة. ده عملتها حالة كده بالشطة، اللي عايز ياكل شطة يعني. وده كانت بقى اكلنا النهارده بنات. متنسونيش في دعوة حلوة من قلوبكم، لعل الله يستجيب لكم. وكمان اشاروا الفيديو وحطوا لي لايكات. اشوفكم بقى في فيديو جديد، ومع السلامة.